مدرب نادي النصر سيد كوستاس كان له حديث لمراسل برنامج كرة محمد الشهراني، نتابع. المدير الفني للفريق النصراوي غوستافو كوستاس، ارحب بك عبر برنامج كورة. مباراة هجر القادمة، الثلاث نقاط مهمة بالنسبة للجماهير النصراوية ولوضع الفريق، كيف يرى مباراة هجر؟ Sí, es importante para todos. Los 3 puntos son importantes. إذا المباراة مهمة للجميع، مباراة وثلاث نقاط مهمة أيضا لكي نرجع للمنافسة. نأمل أن يكون مستوانا أن نفوز بهذه النقاط لكي نرجع مرة أخرى للمنافسة ونرضي الجماهير في الجولة الثانية من المباريات. Campeonato para poder lograr. طيب ماذا عن الطريقة الفنية؟ سمعنا في يعني عبر وسائل الإعلام أن كوستاس سيغير من الطريقة الفنية وطريقة اللعب والتكتيك. فعلا الكلام هذا صحيح؟ Sí, puede ser. Estamos trabajando. إذا نحن الآن نشتغل، نجرب طرق مختلفة للعب. لدينا الحمد لله لدينا عناصر جاهزة لتطبيق أي خطة لعب، وأهم شيء أن نكون جاهزين للمباراة المقبلة. Logramos un mejor funcionamiento. طيب بالنسبة كيف رأى الأجواء في السعودية وهو المرة الأولى يأتي للشرق الأوسط؟ Bien, muy bien. Me trataron muy جيد جدا، أنا مرتاح جدا هنا في السعودية. الناس يعني كان ترحيبهم جميل جدا. ينقصنا فقط النتائج الإيجابية لكي نكون أسعد طبعا. Falta ahora para estar bien empezar a ganar. أشكرك جدا، شاكر لك جدا. No, gracias a vos. Hasta siempre. Thank you. كوستاس مبسوط في السعودية، مبسوط في النصر محمد. والله هذا رد على ما أثير في الصحافة يمكن الأرجنتينية على وضعه. إذا كان هو مبسوط فجمهور النصر لا مو مبسوط من النتائج والأداء اللي قدمه كوستاس أو اللعيبة. بصراحة 4 مباريات لم يظهر فيها الفريق النصراوي له أي هوية أو شخصية يعني تعطي أي تفاؤل بصراحة في المباريات ال4، وكان نتاجها يعني نقاط يعني وضعته في المركز العاشر أو ال11. يعني بحاجة كوستاس إلى تغيير بصراحة في بعض المراكز اللعيبة أو بعض اللعيبة، لأنه لا زال بعض اللعيبة لم يقدموا الصورة الإيجابية. أنا أعتقد الوسط النصراوي افتقد لاعب من النوعية البارزة بصراحة المتألق اللي هو أحمد عباس، لاعب قتالي في الملعب. تواجد الظهير الأيمن الآن خالد الغامدي وعودة عدنان فلاتة ممكن تعطي الفريق يعني زخم إيجابي. أنا أشعر أن الفريق أيضا بحاجة إلى تواجد المهاجم ريان بلال في المنطقة الهجوم. يعني كل هذه بحاجة إلى دعم من المدرب، لأنه بصراحة جرب العديد من اللاعبين وأتوقع أنهم خذلوا. عموما سنواصل الحديث في البرنامج بعد نذهب إلى فاصل قصير في حوار مثير جدا للكابتن فهد الغشيان مع الصحفي المجنون. طبعا الصحفي المجنون الناس عارفين من هو الصحفي المجنون، عبد العزيز العصيمي الصحفي بصحيفة سبق هو اللي أجرى الحوار مع الكابتن فهد الغشيان. هذا الحوار شكله راح يترك ردة فعل قوية جدا في الوسط الرياضي. عبد العزيز العصيمي كان ضيف في برنامج كرة في فقرة التوضيح فقط، وأيضا كان له حديث مثير جدا. فاصل قصير بعده نعود لمواصلة الحديث في البرنامج.